تخيل يجي واحد النهار وتلقى كاع الطوموبيلات ديال الشركات اللي معروفين ما بقاوش. الرئيس ديال طويوتا كيقول باللي الا ما تبدلناش غادي نتمحاو. وهوندا بطريقه مباشره اعترفت باللي الصين واحد المنافس اللي قوي وشرس بزاف في الصناعه والتصدير ديال الطوموبيلات. وكيف ما سبقنا وشفنا في فيديو قبل، فورد حتى هي اعترفت باللي الصين ممكن تهدد الوجود ديال الشركات العريقه كاملين. الحقيقه هو ان الصين حاليا كتضخ واحد الكميه ديال السيارات في السوق ماشي عاديه، بزاف ديال البراند، بزاف ديال الاختيارات لجميع الطبقات ديال المجتمع. والشركات بحال بي واي دي كيعتمدوا على راسهم في كل شيء، يعني من المواد الخام اللي كيصنعوا بها لي باتري ديالهم حتى لصناعه الباتري لكل شيء، حتى يوصلوا الطوموبيل عند الزبون هما كيعتمدوا على راسهم، ما كيعتمدوا حتى على شي شركه او لا طرف ثالث. وهذا الشيء كيتسمى الاقتصاد العمودي، الشيء اللي كيخلي التكلفه ديال الانتاج عندهم طايحه بزاف، وكيحطوا الطوموبيلات بواحد الاسعار اللي ما يقدروش عليها المنافسين. باش تكون انت اللي كتصايب الباتري ديالك، المواطر ديالك، السوفتوير اللي كاين في الطوموبيل ديالك، الشاسي ديالك، كل شيء ديالك، هنا التكلفه كتحكم فيها بواحد الشكل اللي هو كامل، وما كتبقى تعتمد على حتى شي واحد. وحتى السرعه ديال الانتاج كتكون واحد السرعه اللي فائقه. والشركات العريقه مازال مضاربه مع الوقت باش انها غير تبقى في السوق وما تقصاش في مره. كاين منهم اللي اختار انه يتعاون مع الصين، بحال مرسيدس مثلا دارت بزاف ديال المشاريع مع الشركات الصينيه بحال جيلي وبي واي دي اللي خرجوا الدينزا كيف ما شفنا في فيديو مؤخرا. وكاينين شركات اخرى بحال فورد، تويوتا وهوندا كيحاولوا غير يبقاو في السوق ويشوفوا كيفاش غادي ينافسوا الصين في هذا السباق هذا، حيت القضيه ما بقاتش غير منافسه ولا تهديد حقيقي للشركات. والصين حاليا كتعاود ترسم الخريطه ديال صناعه السيارات في العالم كامل. السؤال هو واش هاد الشركه غادي يقدروا على المنافسه ولا غادي نشوفوا ماركات ديال الطوموبيلات اللي غادي يغبروا في مره. الا كنتي مهتم بالاخبار ديال السيارات الكهربائيه ما تنساش دير لنا متابعه وتهلا.